بعد كده بنشوف مجموعة أشخاص بيكونوا جايين يكسروا خزنة مقابل مليون دولار، وبيطلع الشخص اللي بعت لهم عبارة عن كائن فضائي واسمه باندور، وبتكون الخزنة هي الدرع بتاعه. وفعلا كلهم بيحاولوا ولكن مفيش فايدة، لحد ما بيجي كيفن ومعاه قطعة تيدي نايت وبيقدر فعلا يعمل ضرر في الدرع، ولكنه بيوقف لما إشارة الأم تريكس بتبين إن في إشعاعات نووية في المكان. فباندور بيخلي رجالته يهجموا عليه، ولكن كيفن بيقدر يهرب منهم وبيسيب قطعة التيدي نايت وراه. بعد كده بنشوف بين وجوين وهم قلقانين على كيفن، ولكنه بيروح لهم وبيعرفهم انه لقى فضائي من فضائيين اجريجور، وانه بالغلط ساب وراه قطعة تيدي نايت هتساعد الفضائي ده انه يتحرر من درعه. بعد كده بنشوف عمال قاعدين بيحفروا، وفجأة رجالة باندور بيهجموا عليهم وبياخدوا الحفارة، ولكن هيومانجا سور بيكون مستنيهم، فبيدخل في قتال معاهم. ولكن جوين بتحاول تتكلم وتتفاهم معاه، وباندور بيكون عايز يهرب من الدرع بتاعه، ولما جوين بتحلله بتتكهرب، وباندور بيضرب كيفن، وبين بيكون جاب اخره وبيتحول لالتيميت هيومانجا سور وبيضربهم بالصواريخ، ولكنه بيهد النفق على دماغهم. بعد كده بيصلحوا النفق وبيدوروا على خطة، وباندور بيستخدم الحفارة وقطعة التيدي نايت عشان يقدر يكسر الدرع، ولكن برضه مفيش فايدة. فبيخطفوا كيفن وبيخلوه يمتص التيدي نايت، وبسبب غبائه بيكسر درع باندور وفعلا بيتحرر وبيكون عبارة عن اشعاع نووي. وبين بيحلل الحمض النووي بتاعه بالام تريكس وبيقعد يواجه باندور، ولكنه مش بيتأثر، فبيتحول لووتر هازارد على اساس انه بايفالفين، ولكن برضه مفيش فايدة. وباندور بيوصل لمحطة طاقة نووية وبيمتص الاشعاع. بعد كده بين بيتحول لبيك تشيل وبيجمد فيه، ولكن باندور بيكبر اكتر، فكيفن بيمتص مادة الكربون وبيمتص الاشعاع من باندور. وفي الاخر بين بيتحول لكانون بولت وبيرجع باندور جوه الدرع تاني. بعد كده بيسلمه للبلامرز، ولكن اجريجور بيهجم عليهم وبيخطفوا تاني.